6 لاعبين كل بدلناهم، ولكن القانون ما كيسمحش. انا غيرت 3 لاعبين لان قلت لكم ان المستوى ديالنا في الشوط الاول ما كناش في المباراه ديال في الشوط الاول، ما كناش في المباراه بشكل كامل. لهذا قمنا ب3 تغييرات على وعسى هجوميه كما قلت، على وعسى نقدروا نوصلوا للمرمى تاع الزنيتي، ولكن كما قلت ان الهدف اللي تسجل لنا في اول دقائق من الشوط الاول يمكن بعض الاوراق ديالنا، وكان كما قلت كنا نقدروا نسجلوا. من بعد دخلنا اشاره المهاجم ودخلنا خطيب وسط ميدان المهاجم باش نقدروا نوصلوا للمرمى تاع الزنيتي، ما قدرناش. والكره هي هذه، مره كتفوز مره كتنهزم. كتعرف كما قلت مع الفرق الكبرى خصوصا الميدان ديالها كما قلت مع الجماهير الاخيره، ما يمكنكش انك تغامر في الهجوم، لان لا غامرتي ومشيتي هجمتي من الدقيقه الاولى فمستحيل انك تحاول تخرج واحد النتيجه ايجابيه. لهذا حاولنا نوقفوا نديروا دفاع وسط ونشوف الهجمات المرتده في الشوط الاول، ولكن ما قدرناش لان الرجاء تحكم في الكره. خصوصا اللاعبين ديال الزروني كانوا مستوى كبير اليوم، قدروا يديروا مثلثات ويلعبوا يحتكروا الكره اكثر من شباب محمد. هذا اللي عطانا صعب علينا المأموريه. ولكن كما قلت في الاول ان الشوط الثاني قدرنا نجاريو الرجاء، قدرنا نوصلوا للخطوط ونوصلوا للمرمى ديال الزنيتي اللي في اكثر من مناسبه. نعاود نقول هنيئا الرجاء ونهنئ اللاعبين ديالنا والمستوى اللي قدموا في الشوط الثاني، وان شاء الله نعاودوا في المباريات القادمه ان شاء الله. احترمنا وعطيناهم قيمه كبيره، وتحرج فريق كبير ولكن احترمناهم اكثر من اللازم. الشوط الاول كنا ما كناش دخلنا في المباراه بشكل نهائي، لكن في الشوط الثاني بينا على المستوى ديالنا وظهرت الشخصيه تاع فريق شباب محمديه في الشوط الثاني، وكان بامكاننا نسجلوا على الاقل خرجوا بالتعادل او يتسجل لنا هدف، لان الرجاء في الهجمات المرتده في اخر الدقائق كان ممكن يضيفوا الهدف الثاني. يعني في الملعب لا اختيار طارق فائز ما دخلناش في المباراه بالشكل اللي بغينا. كنا كنتمناو اننا نقدموا الشوط الاول احسن، لكن مع كامل الاسف اللاعبين تاع الشباب المحمديه ما كناش في المستوى ديالنا اللي كنا كنتظروا، خصوصا الشوط الاول. الشوط الاول كان غالب ديال فريق الرجاء البيضاوي، لكن بدون خطوره خليناهم يلعبوا على خاطرهم، وهذا الشيء ما كانش التعليمات ديالنا، لان كنا عارفين الخطوره ديال اللاعبين والفرديات ديال لاعبين الرجاء البيضاوي. كنا بغينا نحاولوا نضغطوا عليهم ولكن ما قدرناش. الشوط الاول سجلوا علينا في بدايه الشوط الثاني. الشوط درنا فيه تغييرات هجوميه، دخول الزمراوي ودخول المحراب، ولكن مع كامل الاسف اول 3 دقائق كتسجل لنا هدف غير مجريات المباراه وغير حتى التفكير ديالنا اللي كنا كنخططوا ليه في الشوط الثاني. ولكن الحمد لله انا راضي على المستوى تاع الفريق ديالنا في الشوط الثاني بكل صراحه. ولا فريق الرجاء خصوصا في 20 دقيقه الاخيره لاعبين على الهجمات المرتده وضغطنا عليهم بشكل كبير، تاحوا لنا فرص رغم انه ماشي سانحه التسجيل، ما كانتش فرص واضحه، ولكن كان في امكاننا على الاقل نقتنصوا هدف في الشوط الثاني ونخرجوا تعادل. ولكن مجمل المباراه انا نقول مبروك الرجاء لان يستحق الفوز، لان قدموا مباراه كبيره خصوصا في الشوط الاول. في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.